مساء الخير، معاكم دكتورة سارة زيتون، استشاري جراحات أورام الثدي التجميلية. وموضوع الفيديو ده علاقة لبس البرا بأوجاع الثدي. أوجاع الثدي حاجة منتشرة جدا، يكاد يكون في كل سيدة بتعاني منها في فترة من فترات حياتها، وده شيء طبيعي جدا نتيجة التقلبات الهرمونية أو التغيرات الهرمونية اللي ربنا خلقنا عليها. موضوع الاوجاع ده بنقدر نتحايل عليه شويه بشويه تعليمات، ان احنا نعمل مساج للثدي، ممكن نلبس البرا صح، يعني يلبسه بطريقه صحيحه ومقاس صحيح، لان ده بيقلل موضوع الاوجاع كتير جدا. في لبس قوي في موضوع لبس البرا، ان لبس البرا له علاقه بالاورام او ممكن يزود فرص حدوث الاورام او يقللها في بعض الحالات. لكن لبس البرا او قلعه ملوش علاقه تماما بسرطان الثدي او باورام الثدي عموما، سواء الحميده او الخبيثه، لكن ليه علاقه بالاوجاع. اوجاع الثدي بتزيد مع قلع البرا، لان سقوط الثدي من مكانه او انه يبقى واقع ده بيزود التقل او الحمل على الكتف، وبالتالي بيزود الاوجاع. واوجاع الثدي بتزيد قوي في وقتين من مراحل الدوره الشهريه بتاعتنا، اللي هي زي وقت التبويض وقبل البيريود بكام يوم. الوقتين دول بيبقى فيه احتقان جامد قوي في الثدي، فالاوجاع بتزيد. فبالتالي بننبه دايما على السيدات والبنات في التوقيت ده ان نحافظ على لبس البرا ونرفعه، لان ده بيساعد في تحمل الاوجاع او في تقليلها. لكن اوجاع الثدي مش حاجه مرضيه، مش حاجه مقلقه نخاف منها او حتى تتطلب العلاج. يا رب اكون افدتكم، ان شاء الله نتقابل في فيديوهات تانية كتير.